معلومات واسرار محدش هيقول لكم عليها. الفكره دي في الطريقه جامده جدا. بصوا بصوا، الطريقه دي ناجحه 1,000,000%، واتحدى بتوع الافران لو عملوها بالطريقه دي. والنهارده هقولك على الطريقه الجديده. انسي بقى اي طريقه تانية عملتيها، تعالى اقولك السر في ايه. قبل ما ابدا معاكم الطريقه والمقادير، روحي الهي ربنا يسعدك في ولادك يلا تصلى على رسول الله وتكبري بخاطري. الهي تزوري بيت سيدنا النبي يلا تصلى على رسول الله وتحط اللايك وتكتبي لنا تعليق حلو وتقولي تسلم ايدك يا شيماء. صلى على رسول الله وما تنسوش تدعموا الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه معانا كوبايتين من الميه، هنحط عليهم 10 جرام من الخميره، رشه ملح، 100 جرام من السكر، وربع كوبايه من الزيت، ونقلبهم بقى كويس جدا لحد ما ندوب السكر والملح والخميره مع بعض. الزيت هنستكفى بيها شيماء، لا اصبروا ما تستعجلوش، مش هي دي المقادير بس، ركزوا. وبعد كده هحط بقى معايا ايه كيلو من الدقيق، بسم الله الرحمن الرحيم، واحط عليه ربع معلقه صغيره خالص من البيكنج باودر، واقلبهم بقى كده ايه مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله، يا بركه بسم الله. هنا بقى هشتغل بايدي زي ما احنا ما متعودين علشان نحس بملمس العجينه ونعرف ايه نشتغلها. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى بعد ما عجنت العجينه بتاعتي بالشكل ده، بصوا عايزه اقول لكم يعني ايه قاسيه شويه، حاجه بسيطه مش قوي كمان. تمام. بصوا دي الخطوه اللي بعد كده، علشان بتوع الافران ما بيعملوهاش زي ما انا ما بعملها كده، علشان البقسماطه تشرب معاكي كوبايه الشاي كلها تعملي الخطوه دي. نص كوبايه من السمنه. تمام. وافدغ بقى العجينه بها، بصوا زي ما احنا شايفين كده اهو، هتطلع معاكي دايبه وطعمها حلو. حتى بتوع الافران لو عملوها بالطريقه دي، دايما بيعملوا المكونات كلها فوق بعض، ما بيعملوش الخطوه اللي احنا بنعملها دلوقتي دي بيها. اتحداكم. بصوا بقى الخطوه دي مهمه جدا علشان تخلي معاكي البقسماطه دايبه وناعمه، ما تطلعش معاكي ايه معضمه وناشفه كده على الفاضي وطعمها مش طعم بقسماط خالص. لا، عايزه اقول لكم الخطوه دي هتنجح معاكي البقسماط وهتخليها ايه دايبه وطعمها حلو. بعد ما عجنتها بقى كده، بصوا العجينه عامله ازاي، بسم الله ما شاء الله. بصوا جميله جدا، مش طريه قوي، فنسبه جموديه شويه كده علشان ايه لما تيجي تفرديها ولما تيجي تسويها ما تبقاش طريه معاكي من جوه. هغطاها بس ايه 5 دقايق، احنا مش هنخمرها بس هنغطاها كده علشان ما تقشفش. تمام. هنجهز بقى السمسم معانا 125 جرام من السمسم يعني 8 كيلو. تمام. نحط عليه يعني معلقتين 2 بس كبار من الميه بس كده. ايه كده اهو. ليه بعمل الخطوه ديت؟ علشان تثبت على وش البقسماطه وما تخليش السمسم يقع خالص بالشكل ده كده. واركنها معايا بقى كده، واجيب بقى عند العجينه بالشكل ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا قلنا مش هنسيبها تخمر، تمام اهي مش خمران. واقوم بقى عاملاها بالشكل ده كده كده، واخد بقى بصوا اخد كده من النص على بره كده، من النص على بره. بصوا واقوم بقى ماسكه العجينه بتاعتي بالشكل ده، واقوم حطاها في ايه في قلب السمسم بالشكل ده كده اهو. تمام. واقوم جايبه الصاج، واقوم بقى جايبه البقسماطه بتاعتي بالشكل ده كده، واقوم حطاها كده على قد طول الصاج معايا. تاني اجيب بقى العجينه بالشكل ده وافرد كده اهو من النص على بره كده كده. بصوا كده اهو سهله خالص. واقوم حطاها بقى في قلب السمسم معايا بالشكل ده كده اهو علشان تمسك معايا اهو. واقوم برده حطاها كده، واقوم بقى عاملاها برده بالشكل ده كده اهو. بصوا سهله خالص. واقوم قطعه واعمل كده كده كده
يا اما بقى كمان الخطوه اللي بعد كده اجيب السمسم قدام منها كده، واقوم عامله برده كده، احط البقسماطه قدام مني واقوم مرشرشه السمسم قدام منها، واقوم عامله كده لفه عليه. هتبص تلاقيها خدت السمسم معاها. بصوا عايزه اقول لكم الطريقه سهله خالص. تعالى اوريكم بقى. بصوا مفيش اسهل من كده ولا ابسط من كده. شايفين الجمال؟ اللهم صل على النبي. الله، عايزه اقول لكم الكيلو رمى معايا كتير قوي اهو. اللهم صل على النبي. هتسيب الصباع كبير زي ما هو كده يا شيماء؟ لا، هوريكم دلوقتي، بس هسيبه يخمر قبل ما ادخله الفرن. هسيبه يخمر خالص وبعد كده ايه اروح على الفرن. هقسمه بس الاول كده. بصوا ممكن تقسموه على 3 يا اما ممكن تقسموه على 2 من النص كده، بس علشان الصباع ما يبقاش طويل هنخليه على 3 كده. شايفين كده بقى شكله حلو. هنسيبها بقى لحد ما تخمر معايا خالص، وبعد ما تخمر هنروح على الفرن. تمام؟ تعالوا بقى نروح على الفرن. نسخنه قبلها ب5 دقايق، وبعد كده ايه بنظبط درجه الحراره متوسطه زي ما انتم شايفين كده. هنسيبه لمده 10 دقايق على الحراره دي، وبعد 10 دقايق كمان بنهدي النار بقى خالص كده، خالص كده. تمام؟ واللمه التانيه ونسيبه كمان 10 دقايق، يعني بيقعد معانا من تلت ساعه لنص ساعه، ما بيقعدش اكتر من كده. تمام؟ ال10 دقايق الاولانيين بنبدا نضير الصاج علشان يطلع اللون موحد. عند ما يتوحد اللون ويستووا معانا في ال10 دقايق، ال10 دقايق التانيين بنوطي النار زي ما قلت لكم كده، علشان ايه يتحمص معايا بقى ويطلع ايه كريسبي. تمام؟ ما يطلعش طري من جوه، علشان الناس اللي بتشتكي من البقسماطه طريه من جوه. لازم تركزوا في الخطوه دي اللي انا قلت لكم على كده، هيطلع معاكي ناجح و100%. تعالوا بقى ندير الصاج تاني كده. كل دقيقتين او 3 دقايق ادير الصاج علشان اللون يطلع موحد وشكله حلو. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. شايفين الجمال؟ انسوا بقى اي طريقه تانية عملتوها، وتعالى اوريكم الجمال. الريحه اللهم صل على النبي. عايزه اوريكم وهي لسه سخنه. سيبوها لحد ما تبرد. انتوا بقى وهي سخنه كده في الحال اعملوها كده اهو، فكوكوها بس من بعضها علشان ايه وهي سخنه. تمام؟ بسم الله ما شاء الله. تعالى اوريكم بقى. عايزه اقول لكم الريحه والله العظيم حلوه قوي. بقسماط يعني. بصوا خلي بالكم، سيبوه لحد ما يبرد. هتسيبوه يبرد قد ايه علشان يبان الطعم والنتيجه بتاعته؟ هتسيبوه لحد ما يبرد خالص. بصوا بقى، تعالى اوريكم بقى وهو لسه سخن معانا. بسم الله ما شاء الله. بصوا اللون، بصوا السمسم عليه عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله. بصوا سامعين؟ مش عايزه اخبط عليه عشان ما يتكسرش. بصوا عايزه اقول لكم والله العظيم لسه سخن. بصوا بصوا، اللهم صل على النبي. شايفين الجمال؟ مفرغه معايا من جوه وحاجه كده من الاخر. بصوا بصوا، سمعتوا؟ بصوا اللهم صل على النبي. هدوء كده، خليهم يسمعوا. سمعهم يا مروان. سامعين؟ الله ما شاء الله جميله قوي. بستحلفكم بالله تصلوا على رسول الله، وما تنسوش تدعموا الفيديو واعملوا شير على قد ما تقدروا علشان الكل يستفيد، وانت كمان تستفيدي وتاخدي الاجر والثواب وتستفيدي منه. صلوا على رسول الله وما تنسوش تدعموا الفيديو. اشوفكم على خير وفي امان الله.